ايوه سامعك يا حاج اسماعيل. حاضر والله، هسد لك كل الفلوس اللي عليا، بس اصبر عليا بس. حاضر يا حاج اسماعيل، سلام. اسبوع ايه بس اللي اسد فيه الفلوس دي؟ فلوس كتير قوي وانا مش معايا حتى ربع المبلغ ده، ولو ما سددتش للراجل ده في خلال اسبوع هيحبسني، ده راجل مفتري وانا عارفه. حلها من عندك يا رب. الو، مش راجع البيت تاني ياما؟ انا ياما اتخنقت وزهقت ياما، انت كل ما تشوف خليتي عاوزه فلوس ايجار الشقه، فلوس الميه، فلوس الغاز. انا اجيب فلوس منين ياما؟ التوك توك ما عادش بيشتغل، انا بيجيبها ياما، وما فيش اي حد راضي يشغلني معاه عشان عارفين ان انا حرام. بص يا اما انا مش راجع البيت، انا زهقت يا اما، ما عادش تكلميني تاني، سلام. يا رب والله الواحد زهق من الدروس والمواصلات والقرف اللي احنا فيه ده. يا رب ليه بس ابويا مش غني ويجيب لي عربيه، تكون عندي عربيه اروح بها الدروس واروح بها مشاويري وكل حاجه. يا رب بقى. ايوه يا اختي ايوه سامعاك. ده البوتاجاز بتاع الله يخرب بيته فرقع في وشي تاني. والله انا زهقت، والبوتاجازات يا اختي بقت غاليه نار. اقل بوتاجاز النهارده ب 20,000 جنيه، هجيب منين بس؟ وانت بقى نفسك في ايه يا عبطلين؟ نفسي في ايه؟ ياه، ده انا نفسي في حاجات كتيرة قوي يا محسن. بس تعرف ايه هي اكتر حاجه نفسي فيها؟ نفسي يكون عندي سكوتر الكهرباء، دي اكتر حاجه نفسي تكون عندي. بس ده عمره ما هيحصل، لان السكوتر الكهرباء ده غالي وابويا عمره ما هيشتريهولي، وانا لسه صغير مش معايا فلوس اشتري اي حاجه انا نفسي فيها. يا رب اعمل ايه بس يا رب؟ اموت نفسي وارتاح، كل حاجه بقت بايظه، حتى المرتب بتاعي ما عادش بيكفيني. اعمل ايه بس يا رب؟ يا رب افرجها من عندك. حرام عليك، اعطيني مصاريه يا راجل يا بخيل. انتم المصريين معروف عنكم كلياتكم انكم بخلة. اعطيني مصاريه حرام عليك. شو بساوي انا هلا في حالي؟ ما معي في جيبي ولا ليره. الله يلعنك. انت عطلت تاني، هي الصباح زفت. ما انا معيش فلوس اصلحك، الفلوس اللي معايا دوبك تمشيني طول الشهر. يعني انا كده هروح الشغل من غير العربيه وهروح مواصلات وقرف، ده حاجه زي الزفت. ها ايه الاخبار؟ خد شوف بنفسك يا زعيم. اسبوع ايه بس اللي اسد فيه الفلوس دي؟ فلوس كتير قوي. بص يا اما انا مش راجع البيت، انا زهقت يا اما، ما عادش تكلميني تاني، حتى سلام. المرتب بتاعي ما عادش بيكفيني. يا رب ليه بس ابويا مش غني ويجيب لي عربيه، تكون عندي عربيه اروح بها الدروس. حلو قوي، يلا ارموا لهم الصنارة اللي هنصطادهم بيها. تحت امرك يا زعيم. الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري، محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ طبعا موافق. مش فاضل غير 5 دقايق وانا لسه ما خلصتش الواجب بتاع الدرس. ايه ده؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري، محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ ايه ده؟ بجد؟ طبعا موافق. ايه ده؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري، محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ انا راشق في المصلحه دي، طبعا موافق. سيبي يالا. انت مين يالا؟ شوفي بيحط الفلوس فين وتاخدي منها، ده البيت والعيال وليكي مش لبره. ايوه مين؟ ايوه جاي اهو. حاضر. الشغل ده بقى
مين اللي رن الجرس؟ ماشي. ايه ده؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ هي دي محتاجة كلام؟ أنا طبعا موافق. خدني وريحني، زهقت كل حاجة عاوزة فلوس. ايه ده؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ يا فرج الله، طبعا موافق. يا الله شو بسوي انا هلا بحالي؟ ما في جيبتي ولا جنيه ولا ليره، شو بسوي انا هلا؟ كيف بدي اجيب اكل ولا شرب؟ كيف بدي ادفع الايجار اللي عندي؟ شو هاي الورقه اللي تحت رجلي هاي؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ يو مصاري كتير؟ اكيد رح وافق طبعا، انا ما معي ولا جنيه. بس يا رب انا زهقت. ايه ده؟ ايه الورق اللي شكلها غريب ده؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ فلوس كتير؟ انا موافق، اي حاجه فيها فلوس انا موافق. خليك واقفه هنا بقى لحد ما يبقى معايا فلوس واصلحك اخر الشهر. ايه ده؟ الورقة دي ظهرها أبيض مكتوب عليها بحبر سري محدش هيقدر يقرأه غير الشخص المطلوب بس. الورقة دي لو لقيتها يبقى انت كسبت معانا فلوس كتير قوي. ها موافق ولا لأ؟ موافق طبعا موافق. يا فرج الله يا رب. ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان ده؟ ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ايه ده؟ بابا؟ يا دماغي يعني. ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان ده؟ وماما كمان؟ يا دماغي. ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان الغريب ده؟ عبقرينو؟ يا دماغي. ما العزنات العيال اللي عملوا فيها كده دول معطلع عليهم نهار. ومشاكل كمان. ايه ده؟ ابو ماجد وام ماجد والواد عبقرينو وماجد كمان، ده الحبايب كلهم هنا بقى. يا الله وين انا؟ شو هالمكان هذا؟ ايه ده؟ انا فين؟ انا اللي جابني هنا؟ ايه ده؟ انا فين؟ ومين اللي جابني هنا؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وايه المكان ده؟ واحنا جينا هنا ازاي وليه اصلا؟
انا فاكر حاجه مهمه. حاجه ايه دي يالا يا عبقرين؟ انا لقيت ورقه شكلها غريب كده في السالع، وكان مكتوب عليها حاجه بيقولوا ان هي مكتوبه بحبل سلم محدش يشوفها الا انا. وبعدين اول ما قلت موافق، بعدها مش فاكر اي حاجه غير ان في ناس شكلها غريب طلعت عليا وكابوني هنا. وانا كمان، وانا برضه، وانا كمان حصل لي كده. وانا كمان. وانا كمان حصل لي زيكم. وانا كمان. يا جماعه يا ناس اللي هنا، حد يطلع يرد علينا، هو احنا مخطوفين ولا ايه؟ واضح كده ان الموضوع كبير قوي يا جماعه. وايه اللبس اللي احنا لابسينه ده؟ وليه كلنا لابسين نفس اللبس كده؟ وايه الارقام اللي عند كل واحد فينا دي؟ احنا عاوزين حد يفهمنا ايه اللي بيحصل هنا، واحنا هنا بنعمل ايه؟ كفاية عليهم كده، يلا تعالوا ورايا. أهلا بيكم في لعبة الحبار سكواد جيم. هم دول اللي سألوا وخطفوني. ايوه هم دول اللي خطفوني برضه. انتوا مين؟ وعاوزين مننا ايه؟ وايه الاسم اللي انت لسه قايله ده؟ لعبة الحبار ايه دي؟ واحدة واحدة وهفهمكم كل حاجة. أولا انتوا جايين هنا بموافقتكم مش مخطوفين. ثانيا انتوا هنا علشان تكسبوا فلوس، جايزة تمنها 8 مليون جنيه. كام؟ 8 مليون جنيه. ودلوقتي اللي عاوز يمشي يقدر يتفضل يمشي وساعتها هيكون منسحب. اما اللي عاوز يكمل ويكسب ال8 مليون جنيه يروح يمضي على العقد اللي هناك ده علشان يبدأ اللعبة وينتقل للمرحلة الأولى. ها قلتوا ايه؟ وهي دي محتاجة كلام ولا تفكير؟ دول 8 مليون جنيه. انا امضي، انا اول واحد يا باشا. امضي فين يا زميلي؟ ماشي، خلي بالك انت لو كنت مع العيال اللي عملوا معايا كده دول هزعلك. خد القلم اهو. وانا كمان هشارك. اتفضل. وانا طبعا مشاركة معاكم. امضي فين يا اخوي؟ ماشي بالراحة. خد 8 مليون جنيه، دي فرصة ما تتعوضش. استنوني. امضي فين؟ تمانية مليون جنيه دول يجيبوا كام سكوتر الكهرباء دول؟ دول يجيبوا كتير قوي ويحققوا لي كل اللي انا نفسي فيه. استنوا انا معاكم. امضي فين يا عم؟ وانا كمان هشارك. وانا كمان رح شارك. يا الله يا رب اكسب هالمصاري هاي. دي الأقلام ليكني مدير. يا رب اكسب. المسابقة دي لازم اكسبها ان شاء الله. حلو أوي كده، كلكم وقعتوا على العقود بإرادتكم وشاركتوا في المسابقة بإرادتكم. يلا بينا على المستوى الأول من لعبة الحبار. ودلوقتي لازم تعرفوا شروط المستوى الأول من لعبة الحبار. كل اللي عليكم إن انتوا توصلوا لخط النهاية من غير ما العروسة تشوفكم. بس كده؟ دي حاجة سهلة أوي. طب لو العروسة شافتنا ايه اللي يحصل؟
ساعتها بيتم إقصاء الشخص اللي العروسة شافته من اللعبة وبيخسر فلوسه، وال8 مليون جنيه بدل ما كانوا هيتوزعوا على 8 أشخاص هيتوزعوا على 7 بس، وهكذا بقى. حلو ده. ها جاهزين؟ ايوه يا اخويا كلنا جاهزين. قبل ما تبدأوا اللعبة في ساعة في ايد كل واحد فيكم، من خلال الساعة دي تقدروا تختاروا بطل خارق يبقى معاكم ويساعدكم في اللعبة، بس ساعتها لما تكسبوا اللعبة نص الفلوس اللي هتكسبوها هتروح للبطل الخارق ده، هيشارككوا فيها. لا انا ما بدي حدا يشاركني بالمصاري، كل المصاري بدي إلي لحالي. وانا كمان. فكرة حلوة دي اننا نختار بطل خارق يساعدنا، بس المستوى الاول ده سهل جدا، اقدر اعديه بكل سهولة، مش محتاج اختار في حد. طب والله فكرة، انا ممكن اختار سبايدر مان. وانا هختار باتمان. وانا هختار باص يطير. لا اللعبة دي مش مستاهلة، انا مش هختار حد. طب نختار الابطال الخارقين طارق الساعة. كل اللي عليك انك تفتح الساعة وتختار صورة البطل الخارق اللي انت عاوزه وتضغط عليه وتقول اسمه بصوت عالي. تمام، يلا بينا نجرب. انا بختار سبايدر مان. ايه ده؟ سبايدر مان بجد؟ باتمان باتمان باتمان. انا بختار باتمان. باتمان. انا بختار باص يطير. ايه ده؟ اسمعنا باص يطير بتاعنا كايلس خيال كده، هيساعدني ازاي تتعوز اللي يساعده. ودلوقتي يلا بينا نبدأ المستوى الأول من لعبة الحبار. يلا بينا اتحركوا بسرعة. يلا بينا. يلا باتمان نجري، لازم نكسب. اقفوا بسرعة، العروسة لف. Shouts out. A green light. Stop when it shouts. 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 When it shouts red light. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ هو الطلعة اللي هو خدها حقيقية ولا كده وكده؟ المتسابق رقم 056 تم إقصاؤه من اللعبة. يلا كملوا. تم اقصائه ازاي يعني؟ ده مات، احنا ما اتفقناش على كده. انتوا كلكم مضيتوا العقود ووافقتوا على كل شروط اللعبة، مش مشكلتي بقى انكم اتلهيتوا في الفلوس وما قرأتوش شروط اللعبة كويس. يلا كملوا قبل ما العروسة تلف وتشوف حد فيكم وتقتله هو كمان، يا اما الوقت هيخلص وهتموتوا كلكم. لا لا لا، انا مش هلعب، انا مش عايز اكمل. Red light. If your movement is detected at يا نهار اسود يا نهار اسود، ده كده 2 ماتوا. احنا في كابوس ولا اللي احنا فيه ده بجد؟ انا مش عاوز اكمل اللعبه دي، انا عاوز اروح. اللي احنا عملناه في نفسنا ده بس. يا جماعه مش وقت ندم خالص دلوقتي، العروسه هتلف واللي هتشوفه فينا بيتحرك هيموت هو كمان. احنا في ايدينا ان احنا نكسب، بس لو ما توترناش. ركزوا معايا، اول ما العروسه تبص قدامها دلوقتي
كلنا نجري بأقصى سرعة على خط النهاية، ما عادش وقت كتير، ركزوا وما تتوتروش، احنا هنكسب ان شاء الله، ما ينفعش اي حد فينا يخسر، احنا لازم كلنا نعدي المستوى ده. يلا بينا دلوقتي. يلا يا طبي. Stop when it shouts red light. مبروك عليكم النجاح في المستوى الأول من لعبة الحبار، اجهزوا للمستوى الثاني.